بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة عندنا سيشن عن تطوير نفسنا. يعني عادة بتبقى السيشن عن العلاقات، ازاي نتعامل، بس كمان احنا لازم نبقى كويسين ومتصلحين علشان نعرف نتعامل. فالثقة بتاعت النهاردة دي عشان ازاي الثقة، يعني السيشن النهاردة عشان ازاي نتعلم نتعامل. طيب، الثقة بالنفس مشكلتها معانا ان احنا بناخدها كأنها حاجة مسلم بيها او صفة واحدة، يعني حاجة واحدة. انا واثقة في نفسي. واثقة في نفسك في ايه؟ مش عارفين نحدد. واثقة في نفسي يعني ايه؟ برضو مش عارفين نحدد. فاحنا النهاردة هنتعلم نحدد. اول حاجة، يعني ايه الثقة بالنفس؟ الثقة بالنفس يعني قدرتي على تقييم صفاتي وتقييمي للأمور وإيماني بنفسي وإيماني بأهدافي وقدرتي على حكم على الحياة. هي دي كلمة ثقة بالنفس. يعني إيه دي؟ يعني أنا إزاي ببقى شايفة الدنيا، إزاي ببقى شايفة نفسي وأنا بتعامل مع الدنيا. هي دي كلمة الثقة. يعني نحددها بقى. بتفيدنا في إيه؟ إنها بتخليني أشوف الدنيا بناء على نسبة ثقتي في نفسي، أشوف الدنيا إيجابي أو سلبي. واشوف كمان قدرتي على تحمل تحديات الدنيا، تحمل مصاعب الدنيا، تحمل الحاجات اللي بتواجهني في حياتي. يبقى كلمة ثقة بالنفس مش كلمة واحدة. كلمة ثقة بالنفس دي كل جوانب حياتي. لازم يكون في عندي نقطة أنا قوية فيها، ولازم عندي نقط أنا ضعيفة فيها. فاحنا النهاردة هنتعلم ازاي نتعامل مع الثقة بالنفس عشان نفهمها، ما ناخدهاش كلمة واحدة. المهم في دي بقى ايه؟ ان احنا هنتعامل مع الثقة بالنفس على ان هي البيت اللي بيحمينا، فكأنها البيت اللي بيحمي روحنا الداخلية. فنبقى عارفين البيت ده ممكن يواجه امطار او حرارة او زلازل او اعاصير او براكين، ممكن يواجه حاجات كبيرة وممكن يواجه حاجات تافهة. انما ازاي اعلم بيتي انا اللي هو الثقة دي هي الحماية. اعلم بيتي او احط بيتي واعمل له ترتيب انه يبقى قادر على مواجهة اي حاجه ممكن اتعرض لها. احنا مش بنقدر نمنع الاعاصير، مش بنقدر نمنع الزلازل، انما بنقدر نتعلم نحمي بيوتنا ازاي. يبقى هو ده الطريقه، هي دي الثقه بالنفس. نفهم بقى هنتعامل معاها ازاي. الحاجه الكويسه في حكايه الثقه بالنفس انها حاجه ما بنتولدش بيها، يعني بنتعلمها، فهي قابله للتعلم في اي سن، في اي مرحله. قابله للتعلم. طبعا كل ما نبقى اصغر كل ما نبقى احسن، انما واحنا كمان اكبر بنبقى اوعى. فمش حاجة كبيرة ومش حاجة خطر إن إحنا نقول عندنا ضعف في الثقة بالنفس، أو عندي مشكلة في الثقة بالنفس، أو تعرضت لحاجات خلتني أفقد الثقة بالنفس. يبقى دي حاجة إحنا مش بنتولد فيها، حاجة بنتعلمها وبنقدر نطورها نتيجة تجاربنا وإنجازاتنا ومهاراتنا والحاجات اللي بنتعلمها كل حاجة في حياتنا. بترتبط كمان بحبنا لنفسنا واحترامنا الداخلي عشان نبقى عارفين مكانتها. اعلى مستوياتها في نفسنا بتبقى واحنا في اخر مراحل يعني بتبدأ تعلى في اخر مراحل المراهقة. يعني اقصى مرحلة للثقة بالنفس في العمر بتبقى عادة في منتصف العمر، لما بنبدأ نحس ان احنا ستيبل واقفين وعارفين احنا فين. فهي لها مراحل، بس ده ما يمنعش خالص ان حتى لو في اخر عمرنا فقدنا الثقة بالنفس نقدر نرجع لها ونقدر نبنيها ونقدر نعمل كل حاجة. كمان عادي عشان ما نربطش الكلام نقولش كلام غلط على نفسنا، ان احنا لو في موقف جديد او في تحدي جديد نحس ان احنا بنفقد الثقة او ان احنا مش عارفين نفكر او ان احنا تعبانين او ده طبيعي. بداية الثقة بتبقى اول ما احنا نعرف احنا هنعمل ايه دلوقتي، نبدأ ناخد الخطوات. يبقى دي بداية حتى لو انا مش عارف. طيب، العادي إن عندنا ناس كتيرة بتعاني من قلة الثقة وتفضل عندها دايرة في الشك والقلق وتتكلم سلبي عن نفسها وتنقد نفسها والكلام ده كله، وتبدأ تفقد الثقة كمان في إنها تبقى وسط الناس. بتجيلنا منين؟ بتجيلنا منين بقى فقد الثقة؟
دلوقتي هبدأ ازاي نقول فقد الثقة جاي لنا منين، وبعدين نبدأ نشوف الثقة دي كبروجكت هيمشي ازاي. بتيجي من التربية، لو التربية فيها عنف أو ضغط أو أوامر كتير. بعض الطباع، لو حد بيبقى ما بيحبش يدخل في المشاكل. مؤثرات خارجية هي دي الأساس اللي هنشتغل عليه النهاردة، لأنها ممكن تكون من ناس حوالينا، إن حد بيقلل مننا، حد بينتقدنا كتير، حد بيحاسبنا حساب شديد بقينا بنخاف منه. نبدأ بقى نتعرض للنوع ده من فقد الثقة. كل ما نعمل حاجة، الغلطة التافهة أو حتى مش تافهة، العقاب عليها كبير، أو التوبيخ أو اللوم أو النقد أو التقليل من الشأن بيبقى أكبر مننا. فنبدأ نفقد قدرتنا على إن إحنا نشوف نفسنا كويسين، لأن إحنا بنشوف نفسنا في عينين اللي حوالينا. كمان الألم بتاع الفشل، لما يبقى فشلي كبير عليا، لما أحس إن أنا جزء من الفشل ضخم حتى لو أنا مش سبب فيه، بس ده فشل. فألم الفشل نفسه أوقات كتيرة قوي بيخلي الواحد يفقد الثقة بنفسه. طيب، كمان بتيجي من واحنا صغيرين، لو حد تعرض للتنمر أو للتقليل من الشأن، ودي حاجات ما بننساهاش. فدايما الرسائل السلبية خصوصا واحنا أطفال بتبقى ذكرى مش بتتنسي. كمان في بطبيعة البشر في ناس بتتأثر أكتر من ناس. يعني ما ينفعش التقييم نفس الموقف يقولوا حد يقول أنا ما حسيتش والتاني حس، لا ما ينفعش. كل واحد له طريقته وله امتصاصه للسلبيات أو للإيجابيات. كمان في حاجات بتخلينا نفقد الثقة بالنفس لما نتقارن مع لما نتقارن مع بنفقد الثقة بالنفس. لو حد بيقارني بحد أو أنا بقارن نفسي بحد، بفقد الثقة في نفسي. فبرضه من الحاجات اللي بتقلل الثقة إن أنا أقارن نفسي بناس ما ينفعش أتقارن معاهم. لو ناس أحلى في الملامح هعمل إيه في نفسي، لو ناس أعلى في العلم وأنا لسه ببدأ هعمل إيه، لأن أنا كده بلغي مراحل تطور حد غيري مر بيها، المفروض أمر بيها عشان أوصل له. فما ينفعش أقارن نفسي دلوقتي بحد أعلى مني كتير في موقف، لا، يبقى أنا دي مقارنة غير عادلة. كمان بتحصل لنا لما نكبر في السن ونفقد القوة والقدرة أو المال، والتغيرات النفسية، شكلنا بيتغير، جسمنا شكله بيتغير. دي من بعض عوامل إن احنا نفقد الثقة بالنفس. طيب، دي الأسباب. علامات عدم الثقة بالنفس إيه؟ إن أنا يبقى عندي مشاعر عدم استحقاق، إن أنا حاسس إن أنا مستاهلش، او لما يجي لي مزيد او حاجات تجي لي كويسه اقول هو جاي لي ليه، انا عملت ايه في الدنيا عشان يجي لي ده. دي مشاعر عدم ثقه. هو المفروض السؤال يبقى طب انا عملت ايه في الدنيا عشان ما يجيليش ده، لكن تكون نفسي بحط نفسي دون المستوى، بيبقى ده السبب من مشاعر عدم الثقه. كمان لما اقارن نفسي زي ما قلت، لما احس دي الحاجات، الأعراض اللي بنشوفها، العلامات اللي نقدر نكتشف فيها إحنا عندنا عدم ثقة ولا لأ. وعشان كده قلت كلمة عدم ثقة دي كلمة عامة، إنما هي لا تصنف إنها كلمة عامة. وكلنا ما ينفعش نقول أنا واثق في نفسي، وكلنا ما ينفعش نقول أنا مش واثق في نفسي، عشان دي لها نقط هكمل ده بعدين. كمان لما احس بالقلق والشك او في نفسي او في اللي حواليا، او لما اكلم نفسي بسلبي، اصل انا حماره، اصل انا ما بفهمش، اصل انا اللي غلطانه، اصل انا اللي غبيه، اصل. كمان لما اخاف من الفشل، لما ابدا امنع نفسي عن اي تجربه خايفه لا افشل، فدي برضو عدم ثقه في النفس. لما اتوقع السيء دايما، عدم ثقه في النفس. لما احاول ارضي اللي حواليا، دايما برضي اللي حواليا، دايما برضي اللي حواليا واستجدي رضاهم، عدم ثقه بالنفس. كمان لما ما اعرفش اعبر عن رايي او عن مشاعري او عن احتياجاتي او عن رغباتي، برضو ده عدم ثقه في النفس. لما ابعد عن المناسبات الاجتماعيه والناس اللي فيها تجمعات، برضو عدم ثقه في النفس. لما ابدا اتجنب التجارب الجديده حتى لو هتكسبني حاجات كتيره، اقول لا لا لا، احسن يحصل مشكله، انا بتجنب اهو، عدم ثقه في نفسي. لما احس ان الخوف مسيطر عليا اكتر من الامان، عدم ثقه في نفسي. لما انا نفسي اشكك في نفسي واقول اصل انا ما بنفعش، اصل انا ما اقدرش، اصل انا عمري ما فهمت، اصل انا عمري ما عملت ده، اصل انا اللي بادئه اهو، محدش بيقول لي، برضو ده عدم ثقه بالنفس.
لما كمان اقلل فرص الحاجات الجديده وللناس الجديده، لما شخصيتي تبقى مهزوزه، لما كلمه تجيبني وكلمه توديني، لما اخاف من الفشل اكتر من رغبتي في النجاح، يعني ارفض النجاح لمجرد اني ما اتعرضش للفشل. ده عدم ثقه في النفس. كمان لما من صفات عدم ثقة في النفس ان ما يكونش عندي هدف محدد عايزة اوصل له وعندي خطوات. انا دايما ماشية مع اللي ماشيين ورايحة مع الرايحين كده، يعني مش حاسة ان انا ممكن اعمل حاجة مهمة في حياتي. فببقى سهل عليا، سهل ان حد يأثر عليا، وسهل ان حد يمشيني وراه. دي علامات ثقة في النفس. لما اكون كمان تحت ضغط توقعات الاخرين، يعني انا مش بس انا عايزة ايه، لا ده انا عايزة اشوف الناس دول متوقعين مني اكون ناجحة، متوقعين مني ان انا متوقعين مني ان انا اكون ناجحة، متوقعين مني ان انا اكون اشطر واحدة. دي توقعات الاخرين مش قدرتي. فانا هنا ببدأ افقد الثقة بنفسي، لاني ما بشتغلش على ناحيتي، بشتغل على الاخرين، بشتغل لرضاهم مش لرضايا. يعني نجاحي مش عشان ابهر نفسي، نجاحي عشان ابهرهم هم. انا مش حاسة بطعم النجاح، فهم لو ما حصل لهمش الانبهار ده انا مش هحسه، عشان انا مش بشتغل لروحي. دايما خلي بالكم من النقطة دي. احنا بنبص ليه على الناس؟ المراية بتاعتنا اهم حاجة عندنا مراية الناس ولا مرايتنا؟ ناخد بالنا من النقطة دي. طيب تأثير عدم الثقة بقى في النفس علينا احنا، على صحتنا العقلية. الصحة العقلية دي يا جماعة اللي هي تضمن الاكتئاب والخوف والرعب والتوتر والانكزايتي، دي اسمها صحة عقلية. على الرغم ان عدم الثقة في النفس مش ضمن امراض الصحة العقلية، ان هو بيأثر مباشرة عليه. هو بيخليني كده، بيخليني عندي اصلا مشاعر سلبية، بيخليني مش مرتاح، وبيخليني مش مطمن، ودايما مش بعمل الصح. الثقة بتخليني اعمل الصح. اهميتها ان هي ايه؟ بتخليني ليه الثقة في النفس حاجة مهمة؟ اولا بتخليني اقبل نفسي بشكل عام، بغض النظر فيا عيوب فيا مميزات، انا قابلة ومرتاحة لنفسي. كمان بيبقى عندي قدرة على تحقيق أهدافي، بيخليني متفائل، بيخليني متفائلة، بيخليني متأقلمة مع حياتي. ممكن ما أخافش قوي من التجارب الصعبة، لأني أعرف أتصرف. لو حصل كذا هعرف كذا، بيخليني أعرف أتقدم، بيخليني ما أخافش من مغامرة. والمغامرة دي اللي بتخليني أدخل على الجديد. لو حد في موقف وحش مضطر يغامر بحاجة مش عارفها قوي عشان يتخلص من شيء مؤلم، دي مغامرة. لو أنا كل مرة هقبل الألم عشان أنا خايفة من المغامرة، ده ليه؟ لاني ما عنديش ثقه في نفسي. يبقى انا هتحمل الالم والتعاسه عشان ما عنديش ثقه في نفسي. فالثقه بالنفس دي مش كلمه سهله، ومش حاجه قليله، ومش اتجاه واحد. كمان ميزه الثقه بالنفس انها ما بتخلينيش اخاف من الفشل. لانه ايه يعني؟ انا ما خسرت الموقف ده، خسرت ليه؟ عشان واحد اتنين تلاته، فانا هتعلم. يبقى دي اول كلمه ان انا الفشل ما بقاش نقطه ضعف، ده بقى فرصه تعليم. يبقى من الحاجات المهمة كمان نقولها لأولادنا النقطة دي. يبقى في فوائد للثقة بالنفس المهني منها، إن أنا ببقى إنسان داخل في شغلتي حتى لو مش عارف فيها كل حاجة، بس عندي مساحة من التعلم والقدرة على مواجهة فشلي، وكمان توضيح نفسي الشخصية. إني ما أخافش، اتعلمت أبني نفسي، اتعلمت ما أقارنش نفسي من اللي حواليا، اتعلمت ما هاجمش نفسي بأفكار سلبية. الاجتماعية إن الناس الواثقين من نفسهم ناس محبوبين، لان هم موجودين، ما بيخافوش يكلموا الناس، ما بيشوفوش نفسهم قليلين، عندهم حاجات كتيرة يقدروا يقدموها للي حواليهم. طيب يعني ايه بقى كلمة ثقة بالنفس؟ كلمة الثقة بالنفس كلمة مش واحدة، انواع الثقة بالنفس كبيرة. عندي انواع للثقة بالنفس حسب خلفيتي الحضارية والنفسية وظروفي وشخصيتي والحاجات اللي أثرت على سلوكياتي. في اول واحده الثقه بالنفس العاديه او بصفه عامه، اللي هي انا بصفه عامه واثقه في نفسي، بغض النظر عن الموقف اللي انا فيه، بغض النظر عن التصرف اللي قدامي، ليا سلوكيات واضحه في مواقف مختلفه. يعني لو انا قاعده مع ناس هي، لو قاعده لوحدي هو نفس الشخص. لو موقف صعب ببقى هاديه، حتى لو ما عنديش قدره كبيره على ان انا اتصرف، بس هاديه. فدي بتعكس بصفه عامه ثقه في النفس بصفه عامه، بغض النظر بغض النظر عن الموقف اللي بتعرض له.
وكمان بغض النظر عن سياق الأحداث أنا ثابتة، فبتعامل مع اللي موجود وخلاص. في نوع تاني من الثقة بالنفس اللي هو مرتبط بالخبرة والتخصص. أنا بقيت شاطرة في كذا، أنا مثلا مدرسة شاطرة، كورفيرة شاطرة، مديرة شاطرة، فعندي منطقة ثقة بالنفس لكن مش ثقة عامة بالنفس. فالثقة بالنفس هنا مرتبطة بخبرتي وتخصصي، فيبقى في المهارة اللي أنا فيها، فأنا بعرف أعمل ده أكتر من غيري، بعرف أعمل ده أحسن من غيري في النقطة دي بس. في بقى الثقة بالنفس الظرفية، بمعنى انه ان انا حاسة ان انا مثلا وسط الناس دي حاسة واثقة بنفسي، وسط اصحابي انا واثقة في نفسي، وسط عيلتي انا واثقة في نفسي، بس لو وسط ناس غرب لا. لو قاعدة لوحدي لا. لو في مجال مش في مهنتي لا. يبقى دي حسب الموقف. بتتلاشى بقى هنا الثقة بالنفس، لأن الجمهور بتاعي اللي أنا ببقى واثقة في نفسي وسطه مش موجود، فطبعا يبقى دي مرتبطة بحدث. ثقة بالنفس تانية مرتبطة بمهمة، إني مثلا شاطرة في السباحة، فلو أنا بسبح هبقى أنا واثقة في نفسي جدا، لكن ما أعرفش أجري. فأنا مش في نفس، ما هو رياضة أهو بس ما أعرفش أجري. ساعة ما يقولوا في سباق للجري أنا ما أقدرش أروح وما أقدرش أجازف، لأن أنا ما عنديش نفس التالنت بتاعت الناس اللي بتعرف تجري. يبقى مرتبط بتالنت ومرتبط بحاجة خاصة جدا بيا. بس أنا متميزة مثلا إني بعرف أتكلم في القعدات والمكان، بس في الاجتماعات العامة لأ، قدام الجمهور لأ. يبقى ده مرتبط بتالنت بنقطة واحدة، يبقى ده حسب شيء واحد. في مناطق تانية الثقة بالنفس بتروح مش موجودة. يبقى لازم نبقى عارفين ما نربطش ما بين دي في دي، مرتبطة بصفة واحدة بتالنت واحد. واحد واثق في نفسه وبيرسم، بس واحد ما يعرفش يرسم يبقى واثق في نفسه ازاي؟ طيب الثقة بالنفس دي كلها إيجابيات، طبعا كلها إيجابيات، إلا في الزيادة بالثقة بالنفس. يعني توصل ثقتي بنفسي لمنطقة الغرور والغطرسة، إن أنا ما ابنيهاش على حاجات حقيقية جوايا، إن أنا واثقة في نفسي والسلام لدرجة الغرور، وأدخل في وهم بقى الثقة العالي. طب هيوصلني لفين؟ يوصلني أول حاجة إن أنا أحط نفسي في مواقف أنا مش قدها، أو أعمل قرارات مش حكيمة، أو أتجاهل ردود أفعال الآخر. ردود أفعال الآخرين كمان نوع من الغرور، إن أنا ما يهمنيش رأي الناس. أيوة بس رأي الناس أنت عايش وسط ناس، ما يهمنيش هيقولوا عليا إيه. يعني هتصرف تصرفات مجنونة. في فرق إنك وأنت بتنجح ما يهمكش الناس تهبطك أو ما تهبطكش، إنما في فرق إن رأي الناس فيا لو أنا عايز يبقى معايا ناس. في فرق ان انا يبقى رأي وجودي في مراعاة شعور الناس، انما اتجاهل ردود افعالهم لمجرد ان انا عايز كده والطز في اللي حواليا. هي دي الثقة الزايدة اللي فيها الغطرسة. مشكلته ان هو شعور يعني وهمي زائف. فانا مطمن لقراراتي، مطمن لمشاعري، مطمن للي انا عايزه اقوله. كمان بيحصل فيه مشكله ان انا ما بحسش بصعوبه الحاجات اللي ممكن اواجهها، فاخد قرارات تافهه ومجنونه وانا مش قدها. لاني شايف نفسي اعلى من اللي حواليا، شايف نفسي احسن من اللي حواليا، مش مهم هم يستحملوا. فدي غطرسه. فطبعا بتجيب لنا عداوات وبتجيب لنا علاقات وحشة. كمان بتقلل من التواضع لاني شايف نفسي احسن من اللي حواليا. كمان فيها كارثة اني ما بصلحش نفسي، لاني لا اعترف بغلطي ولا اعترف بضعفي ولا اعترف بتصرفاتي المجنونة قدام الاخرين. فبما ان انا ما بعترفش بغلطي فهو مش موجود، فهصلحه ازاي؟ مش موجود. خلاص. تمام كده. كمان بيحصل استهانة بالفرص اللي ممكن تساعدني، ان انا لا مش محتاجة المساعدة، لا 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 ما يهمنيش، لا لا لا. فطبعا في النهاية هبقى ندمان وخسران الفرص اللي ربنا بيديهاني. كمان بيبقى عندي توقعات مبالغ فيها لقراراتي، حاسس اني هفهم في كل حاجة، عارف في كل حاجة، عارف كل حاجة. فطبعا كل مرة بيطلع عارف كل حاجة يبقى مش عارف ولا حاجة. كمان الثقة الزايدة بتخليني أدخل في حاجات مش قدها، فاحتمالات الفشل بتبقى أعلى وما بعترفش، فبيحصل لي إحباط. هو ليه ما ينفعش؟ مش عشان أنا غلطان، لا عشان هما اللي غلط. دي الثقة الزايدة بالنفس. في حاجة تانية كارثة. الثقة الزايدة بالنفس، الشخص ده بيبقى مصدق نفسه،
يعني هو مصدق ان هو فعلا يملك هذه الأحقية في هذه الثقة. في بقى الزائفة، يعني انا عارف ان انا ما استحقش الثقة دي، بس انا بزيف لنفسي وللآخرين ان انا واثق في نفسي دون اقتناع، لاني عارف وجوه نفسي وفي قرارة روحي اني ما عنديش الأدلة اللي تثبت لي ان انا استاهل الثقة في النفس. فطبعا بيحطها لمجرد ان هو يطلع فوق الناس، او يبين نفسه فاهم، او ياخد بوزيشن هو مش قده. الحاجات السلبية دي مش ضروري قوي تكون في كل الناس اللي واثقة في نفسها، إنما الإفراط والانسياق الأعمى ورا الثقة بالنفس والتطور، أو معنى صح الثقة اللي من غير توازن، هي اللي بتعمل الحركة دي. في حاجة كمان، في حاجة في الثقة بالنفس ليه هي مش عامة؟ مش عامة لأنه وارد أكون واثقة في نفسي بنسبة 100% وأنا بتكلم في الكوتشنج، إنما ما أقدرش أكون واثقة بنفسي 100% وأنا بجري. يبقى أنا كشخص عندي كذا نقطة تشمل ثقتي في نفسي بنسبة كام؟ 90% بعمل كوتشنج، 10% وأنا بجري، 5% وأنا بطبخ، 20% وأنا بدي قرار. يعني كلمة ثقة بالنفس ما تنفعش كلمة عامة ونحطها على نفسنا أو نلزقها ليبل على نفسنا أو على آخرين. واثق في نفسه لازم تتحدد في إيه. مفيش حاجة اسمها واثقة في نفسي وتسكتي، لا، واثقة في نفسك في إيه؟ في المنطقة أنهو، ومحتاجة تطوري نفسك في المنطقة أنهو، ومغرورة في المنطقة أنهو. لو أنت اكتشفتي إنك مغرورة في حاجة وأنت ما تستاهليش الغرور ده، أو بتدعي الثقة بالنفس في المنطقة أنهو عشان تصلحيها، يبقى الثقة بالنفس منطقة، كلمة ما تنفعش تبقى عامة، لازم تكون خاصة. تقولي واثقة في نفسي مثلا لو كوافيرة وأنا بعمل شعر الناس، واثقة في نفسي وأنا طبيبة وأنا بعالج في الناس، إنما مش واثقة في نفسي وأنا مدرسة، مش واثقة في نفسي وأنا صديقة. ممكن جدا ما أكونش صديقة كويسة. يبقى الثقة ما تنفعش تتحط على نقطة واحدة. يبقى بما إن إحنا كلمة واثقين من نفسنا، لا يتضارب عندي ضعف في الثقة في مناطق وعندي قوة في مناطق. عشان كده ما ينفعش نلزق ليبل عدم الثقة على حد ولا واثق في نفسه على حد. هو عنده أو هي عندها عدم ثقة في المنطقة دي بس، واردة تتصلح وقابلة للإصلاح عشان هي حاجة بنتعلمها. وعندي ثقة في منطقة تانية، واحدة ناجحة جدا في شغلها دي عندها ثقة عالية جدا فيها، إنما مش ناجحة اجتماعيا، عندها خلل. يبقى كلمة واثقة في نفسي ما تتلزقش على حاجة وما تتحطش إلا على منطقة، ومش واثقة في نفسي بنفس المنطقية. طيب، ميزة الثقة بالنفس بتعمل لنا إيه بقى؟ ناخد بقى كلمة ثقة بالنفس هنا، إحنا نحطها على المناطق اللي إحنا عارفينها، ونحاول نطور من المناطق اللي إحنا مش عارفينها. يبقى هي هنا هدف السيشن كله. فين أنا واثقة بنفسي وفين محتاجة أعلي مناطق الثقة. ما نقولش على نفسنا ابدا انا واثقه في نفسي، نو، ولا مش واثقه في نفسي برضو زيها بالظبط، الاثنين غلط. يبقى الثقه بالنفس في المنطقه اللي انا عارفاها انا واثقه في نفسي فيها بتديني ايه، وعدم الثقه في المنطقه اللي انا عارفه مش واثقه في نفسي فيها هيديني ايه. نيجي للثقه بالنفس، هبقى مرنه وعندي قدره على التعامل مع النكسات والاخفاقات في الحياه، او الاخفاقات في شغلي، او الاخفاقات في دراستي، او الاخفاقات في كده. يبقى دي ثقه في النفس عشان انا عندي ثقه في نفسي، عندي استعداد للمغامرة، وعندي قدرة على تحقيق أهدافي وتطلعاتي، وعلى إني عندي ثقة في قدرتي. فعارف إن أنا واثق في نفسي. أقدر أقول لك دلوقتي أنا أقدر أعمل كوتش ل10، أقدر أقول لك الكلمات دي، بس ما أقدرش أذاكر ل10 عشان أنا ما عنديش ثقة في نفسي في التدريس، بس عندي ثقة في نفسي في منطقتي. طيب، يبقى تحديد منطقة الثقة بالنفس. إيجابيات الثقة بالنفس إيه بقى؟ أول حاجة بتحسسني أدائي، بتخليني إنسانة عارفة هعمل إيه ومحددة وجهة نظري في الموقف اللي هتكلم فيه، شايفة تصوراتي بطريقة إيجابية، مش شاكة في نفسي. الثقة بالنفس بصفة عامة بتحسن علاقاتي باللي حواليا، بتحسن ثقتي بالنفسي، بتمنعني عن القلق والتوتر والانكزايتي، مش خايفة وتوتر والكلام ده كله. دي اسمها رفاهية نفسية اللي هي الإيجابية ومشاعر السعادة. كمان الناس اللي واثقه في نفسها فيهم ميزه كويسه قوي، ان هم بيوفوا باللي بيقولوا لك عليه. لو انا قلت لك هذاكر لك وانا مش بعرف اذاكر، انا مش هوفي بوعدي. لو انا قلت لك هعمل لك كوتشنج، هعمل لك كوتشنج لاني هعرف اتكلم في منطقتي.
لو قلت لك هاجي اطبخ لك وانا ما اعرفش اطبخ يبقى انا مش هوفي بوعدي. لما لو جيت اقول لك بطبخ وانا بطبخ خلاص، لو جيت هعلمك حاجه وانا مدرسه هوفي بوعدي. يبقى دي من ضمن مميزات الثقه بالنفس، الوفاء باللي بقوله. كمان الثقه بالنفس اصلا بتديني حاجه من مستويات احترامي الشخصي لنفسي والرضا عن حياتي بصفه عامه. حتى لو عندي خلل في مناطق بس عندي قوة في مناطق، فببقى شايفة القوة والضعف. القوة بتقويني والضعف بعرف أطلعه. دايما الناس اللي عندها ثقة بالنفس وعندها استعداد تتطور بتعرف تعلي كل مناطق ضعفها. كمان بتبقى مرنة في حاجاتها وناجحة وظيفيا وأكاديميا. طيب ميزة الثقة بالنفس إنها بترتبط ارتباط وثيق بقوة الشخصية. دايما اللي واثق في نفسه شخصيته قوية يعرف يقول لك أو لأ، يعرف يحدد هو يعمل إيه. عنده كاريزما، عنده حزم، عنده قدرة على وضع أهدافه، عنده قدرة على التعبير عن آرائه وعن معتقداته، دفاع عن نفسه، دفاع عن اللي حواليه لو محتاج الأمر. ما بيتأثرش قوي باللي حواليه، ما بيتأثرش قوي بكلام الناس، مش فارق معاه قوي حاجات ممكن تأثر على اتجاهاته أو على أهدافه. كمان بيحب نفسه. اللي مش واثق في نفسه وعامل ليبل على نفسه انا مش واثق في نفسي وعندي اهتزاز بالثقة بالنفس ما بيحبش نفسه، لانه شايف ان هي اقل، دون المستوى انها تتحب. كمان طيب احنا كده قدرنا نفهم الثقة بالنفس. طب انا بقى كان عندي ثقة بالنفس وفقدتها، ترجع دي ولا ما ترجعش؟ ما احنا قلنا في الاول ان هي حاجة بنتعلمها، يبقى قابلة للرجوع مش بنتولد بيها. يعني مفيش واحد مولود واثق في نفسه عايز بتقولي افتحوا الباب وانا جاي، مفيش كده. انما الفكره انه الثقه بالنفس زي ما احنا بنقول بنتعلمها وبنفقدها. لو حد بيضغط علينا، لو حد بيهنا، لو حد عايشين معاه بيأثر علينا، لو حد مش سوي عاش معانا فتره طويله ودمر حياتنا، طبعا ممكن. بس زي ما راحت بترجع لما بنفوق ونعرف ان اللي بيقوله ده غلط، ومش كل حاجه بنقولها الناس بتقولها علينا صح، لان احنا عارفين نفسنا كويس وشايفين نفسنا كويس، بترجع جدا وسهل جدا ترجع. طيب زي ما هي راحت، فبما انها بتتطور يبقى هنتعلم نبني الثقه لنفسنا. ليه؟ عشان دي مفيش حاجه اهم منها، هي الحيطان والحديد وكل بناء يخلي بيتنا يبعد عن اي عواصف أو براكين أو حتى زلازل تهده. يبقى بيتنا اللي هو روحنا، الثقة دي هي المادة اللي بتحمي كل حاجة. يبقى دي أهمية إن احنا يكون عندنا ثقة في النفس. وبما إن هي بتعتمد بقى دي على حاجتين، أول حاجة الكفاءة. أنا نفسي، أنا نفسي لازم أتعلم أبقى قوي لنفسي، وكمان أبقى مستوعب لقيمة قدرتي ومكانتي في الدنيا. أنا لم أخلق هباء، انا مخلوق لحاجه ربنا حاططني عشانها، ولازم احترم كلام ربنا ولازم امشي عليه. فلما انا ما احترمش ده ثقتي تروح. طيب حاجات بتخلينا نفقد الثقه، انه بنغلط كتير علشان ناس كتير بقوه او باستمرار او نرجع الثقه بقى. اول حاجه ازود الحاجات اللي بعرفها، اتعلم ازود كل شيء بعمله حلو، اتمرن اكتر عليه بحيث انه يوصل لمرحله السبكونشس ده بيتعمل اوتوماتيك. يبقى أقوي نفسي في مواهبي واستثمر فيها. كمان أتعلم آدم مخلوق، إحنا كبني آدمين مخلوقين برغبة، رغبة طبيعية في التعليم. ربنا خلقنا كده عشان نتطور والكون ده يتطور. ربنا خلقنا برغبة في نشوف الجديد ونشوف إيه اللي بيحصل في الدنيا. عشان كده بنتفرج على التلفزيون على فكرة. احنا بنتفرج عشان نشوف الدنيا ماشية ازاي، مش عشان التلفزيون نفسه مسلي، لا. بنتفرج على حاجات مش مسلية بس بنتفرج عشان احنا عندنا رغبة داخلية في معرفة كل ما هو جديد، ما بنحبش نبقى مغيبين. دي حاجة لازم نستفيد منها عشان ننمي الثقة بتاعت نفسنا في ان احنا نبني مهارة جديدة، نتعلم حاجة جديدة. كمان نركز واحنا بنتكلم مع الناس، بنتكلم بسرعة ولا بالراحة. لو بنتكلم بسرعة يبقى انا عايزة اقول ايه، ليه بتكلم بسرعة، خايفة من ايه بيجري ورايا، حاسة بايه، حاسة ان الناس دي هتقاطعني ولا حاسة ان انا مش هعرف اوصل رسالتي. لو الناس هتقاطعني اوقفهم انا واقول لهم من فضلكم انا لسه ما خلصتش، او مش عارفة اوصل رسالتي
اراجع نفسي واشوف ايه اللي مانعني ان انا اوصل رسالتي عشان اقلل توتري، لان كل ما اكون متوتره كل ما اكون فاقده الثقه بنفسي. كمان اعرف ان الطريقه اللي انا شايفه بيها نفسي ملهاش علاقه خالص بالطريقه اللي الناس شايفاني بيها. لو انا شايفه نفسي بفهم في كل حاجه فده غير حقيقي، الناس ممكن تكون شايفاني مش بفهم في ولا حاجه، والعكس لو انا مش بفهم في ولا حاجه وشايفه نفسي كده، الناس ممكن تكون شايفاني بفهم في حاجات كتيره جدا بس انا اللي مش شايفه نفسي. يبقى دي ملهاش علاقه، رؤيه الناس ليا ليس لها علاقه برؤيتي الحقيقيه ولا بنفسي الحقيقيه. يبقى اتعلم اشوف نفسي المميزه في ايه وعندي عيوب في ايه. كمان اتعلم اظهر لغه جسدي بثبات، يعني اتعلم لغه الجسد اللي تثبتني. اقف قدام المرايه ما فيهاش اي مشكله، كلموا نفسكم في المرايه. كمان اتكلم مع الناس، اتعلم اتكلم مع ناس كتير. لو بخاف ابدا مع 2 3 من القريبين، وبعدين ابدا بعد كده واحده واحده لحد ما اتعلم اتكلم قدام اي حد. كمان كوني نفسك، اوعي تكوني حد غير نفسك، لازم تبقي انتي. انتي اللي عايزك هيبقى عايزك زي ما انتي، لانك لوحدك كويسه. مفيش حاجه اسمها تتغيري، التغيير مش انك تبقي حد تاني، اسمها اطور من نفسي، احسن مني. انا زي ما انا ما اتغيرش ابدا، بس اطلع كل حاجه حلوه فيها والحاجات الوحشه اجي كده على جنب واعملها. كمان ما اخافش من نظره ولا حكم الناس حواليا، ما اخافش عليها. اخاف من نفسي انا وحكمي على نفسي الاول، وبعدين اشوف الناس هتقول ايه. الاول انا كبني ادمه ضميري يسمح لي اعمل ده ولا لا، مش الناس. انا هعمل ده عشان نفسي ولا لا، إن ده انا ارضى بيه لنفسي ولا لا. ما تبصوش على الناس، لو رضيتي لنفسك هترضي على اللي حواليك. كمان اتقرب للناس اللي هم بيدوني حب ودعم، المقربين ليا. كمان اكون لطيفة مع نفسي، بمعنى ان اعملها بحب غير مشروط. عاملي نفسك زي ما بتعاملي ولادك، حبي نفسك بالنوع ده من الحب، عامليها من غير ما تحكميها وتحاسبيها وتجلديها وانتي ما بتفهميش وانتي غبية والكلام ده. راقبي صوتك الداخلي، ده حاجة مهمة جدا. صوتك الداخلي بتقولي لنفسك ايه؟ بتقولي لنفسك يا غبية ولا بتقولي لنفسك يا كويسة؟ بتكلمي نفسك بحب ولا بتزعقي لها؟ صوتك مع نفسك حلو ولا فيه طبطبة؟ صوتك مع نفسك فيه شكر وفيه سعادة ولا بتشتمي فيها؟ انت ازاي بتغلطي كل شوية بتعملي كده؟ لو ده بيبقى كل شوية يبقى في حاجة غلط. خليني اقول حاجة كمان في بناء الثقة. احنا لما بنيجي نبني بيت بنحط اساس قوي عشان نبني بيت. برضو عشان تبني ثقة ابني على المناطق القوية في نفسك. ايه القوي فيكي وابني عليه ثقة، علي منه زوديه علشان تقدري تاخدي في ايدك المناطق اللي محتاجة قوة ومحتاجة ضعف. تحكميش على نفسك بقوة وما تحكميش على نفسك بعنف. كمان زي ما بنقبل مناطق القوة بتاعتنا لازم نقبل ان احنا عندنا مناطق ضعف. زي ما انا قويه في حاجه طبيعي جدا اكون ضعيفه في حاجه. انا مش سوبر، مش هيرو، مش سوبر، انا مش سوبر، انا زي الناس. فكمان اوقف بقى نقد نفسي ومقارنتها باللي عندهم مناطق قوه انا عندي فيها مناطق ضعف. بالعادي اتعلم منهم مش اقارن بيني وبينهم، اتعلم منهم مش احقد عليهم، اتعلم منهم مش اتغاظ من نفسي عشان اشيل من على نفسي عائق التحدث السلبي عن روحي، لان ده بيبقى عامل زي الحجر اللي بيوقفك انك تنجحي. طب لو انا بتكلم عن نفسي بطريقه سلبيه هعمل ايه؟ اول حاجه اتكلم بقى بالراحه كده، هو انا سلبيه في ايه؟ احدد بقى لو انا سلبيه، ماشي انا سلبيه في ايه؟ 1 2 3، ده حقيقي ولا مش حقيقي؟ يعني انا شخصيه سلبيه ولا انا مصدقه الكلام اللي كان بيتقال عليا، ولا انا مصدقه ان حد كان بيهاجمني يقول لي ان انت ما فيكيش وان انت وحشه وفيكي وفيكي؟ عندك دليل على سلبيتك؟ لو في دليل صلحي، مفيش دليل ارمي في ساعتها، خلاص يبقى ملوش قيمه. يبقى ساعتها هتكلم مع نفسي بطريقه ايجابيه. كمان اعمل لنفسي اهداف منطقيه وقصيره المدى. منطقيه يعني قابله للتحقيق، قصيره المدى عشان افرح بانجازاتي، طويله المدى لازم تبقى على خطوات قصيره المدى. فالاهداف الكبيره لازم تتقسم لاهداف كتيره صغيره عشان ابان بعرف اعمل، عشان الثقه بتاعت نفسي تعلى وما صدقش ان انا
فاشله وان انا ما انجحش وان انا وان انا وان انا. فما اختارش اهداف صعبه عليا وفي الاخر اقول ما انا بفشل. لا، حضرتك بتختاري اهداف صعبه لكن ما انتيش فاشله. في فرق. كمان اراعي نفسي، يعني ايه؟ اعتني بنفسي صحيا وجسديا ونفسيا، وما اهلكش نفسي وما نمشي وما اهلكش نفسي وما اثبتش ان انا بعمل كل حاجه والكلام ده. لا، دايما حطي نفسك زي ما بتحطي ولادك، حطي نفسك زي ما تحطي احسن صديقه لك، حطي نفسك عامليها بهذه عشان انتي في الحقيقه الناس محتاجينك لازم تبقي كويسه عشان الناس عايزاكي. كمان نحتفل بالنجاحات مهما كانت تافهه، يعني انا نجحت اني تخطيت الازمه دي حاجه كويسه جدا. انا نجحت اني واجهت حاجه ما كانش غيري يقدر يواجهها. انا نجحت في ان انا سافرت. انا نجحت اني سبت بلدي وجيت هنا. انا نجحت في ان انا ربيت ولادي كويس. انا نجحت اني قدرت احوش مبلغ كنت عايزاه. كل دي ايفن نجاحات تافهه. نجحت اني اتعلمت طبخه جديده حتى. نجحت ان انا قدرت اطور من نفسي. نجحت ان انا قدرت ما اتعصبش في وقت الناس كلها كنت بتعصب قبل كده. يبقى ده النجاحات ايفن تافهه من وجهه نظركم لانها ما تبقاش تافهه. كمان اتعلم المهارات الجديده، اتعلم ازاي احسن ثقتي بنفسي. لو ناقصني حاجه اتعلمها، لو ناقصني اتعلم وات ايفر ايه اتعلمه، مش عيب. العيب ان افضل زعلان اني مش متعلمه. كمان نحوط نفسنا بناس ايجابيه. طب لو انا اللي حواليا دول ناس سلبيين وانا مش عارفه اخلع منهم بقى، اهلي ولادي جوزي، اعمل ايه؟ ما هم دول لازقين في حياتي. في عندي اختيارين، والاختيارين دول مهمين جدا ولازم نركز فيهم. ينفع جدا اروح اقول للشخص على فكره كلامك ده بيضايقني بيحسسني بسلبيه. الشخص ده لو قاصد يبقى هيزود من الكلام ده، لو مش قاصد يبقى هيبطل. انا لازم اكون ذكيه واعرف ان الشخص اللي قدامي ده قاصد ولا مش قاصد. لو قاصد ما ينفعش اقول له ان كلامك بيحسسني بان انا بكلام سلبي او بيديني مشاعر سلبيه، لانه هيكمل وهيزود وانا اديته الطريقه. انما لو شخص مش قاصد هقول له. انما لو قاصد لازم اسكت وافهمه ان كل الكلام السلبي ده بقى زي البنزين بيخليني ابقى احسن. دي حاجه مهمه جدا. مش كل كلام يتقال لازم اكون بشوف اقول الكلام ده امتى وفين والمين. ما ينفعش اروح اقول له شخص عايز يضايقني هقول له على فكره الكلام ده بيضايقني. طب ما انا عايز كده اصلا. ما خلاص اديتي له رساله. كمان اقلل وقتي مع الناس اللي كلامها نيجاتيف على قد ما اقدر. على قد ما اقدر بالطريقه، تخترع لهم طريقه اعمل اي حاجه تخلي وقتي ومناقشاتي وجدالاتي معاهم في اقل حدود. ولو حد طريقه كلامه سلبيه حتى لو عن نفسه، احاول انا اقول له طب انت شايف الحل ايه؟ لازم اقلب عليه الترابيزه، يعني اقول له شايف الحل ايه؟ هتحل دي ازاي؟ مش انا اللي هحلها لك، انت هتحلها. وانت طب انت طخطخ وفي امال الحل ايه من وجهه نظرك؟ دي حاجه مهمه جدا. كمان اتعلم اجازف بمقدار الامان، يعني اعمل مخاطره تافهه، مخاطره خفيفه. على فكره ممكن تكون المخاطره اني اسافر، ممكن تكون المخاطره اني اخرج اروح لاصحابي، ممكن تكون المخاطره اني اروح اتعرف على ناس جديده. بس دي مخاطره لان انا مش عايزه اعمل كده ومش عايزه اقلل من قيمتي وحاسه ان انا مش جاهز للكلام ده. دي مخاطره اعملها وابدا ازود من النوع ده من المخاطرات الغير خطر. كمان احدد ادلتي واعتراضاتي على أي سلوك سلبي أو شعور سلبي داخلي عندي. يعني أنا بحس بده ليه؟ متوافقة فيه؟ عندي الشعور ده عشان واحد اتنين تلاتة. هل أنا شايفاه صح ولا غلط؟ أدلته والحاجات اللي تثبته، يا تثبت الشعور ده يا تلغيه. لازم أطلع ده وساعتها هكتب. كمان من الحاجة المهمة أكتب عن نفسي. أكتب عن نفسي الإيجابي ومهاراتي وعيوبي. لازم عقلي يقرأ ويشوف ده هعمله ازاي. كل ده يعلي الثقة بنفسي. كمان اخرج من منطقة الراحة، ما امشيش كل شوية على روتين. ده اللي انا عارفاه، هذا ما وجدنا عليه اباءنا. ما تعملوش كده. جربي حاجة جديدة كل يوم. جربي شارع جديد، جربي طبخة جديدة، جربي كلام جديد، جربي لغة جديدة، جربي ناس جديدة. مش عيب. ده مش عيب. كمان من الحاجات اللي بترفع ثقتي بنفسي اني ما شككش انا فيها. مش هعرف، مش هقدر. يعني ايه مش هتعرفي؟ يعني ايه مش هتقدري؟
لو مش هتعرفي ليه مش هتعرفي. كبيرة قسميها، لازم تعرفي لأن في غيرك عرف. كمان أثبت نفسي في علاقتي مع الناس، ما اروحش في الناس وأنا متدارية، أروح وأنا واقفة ثابتة. أنا أستحق أبان، أستحق أتعرف، أستحق أتكلم عن نفسي كويس. ما احاولش أغير نفسي عشان أعجب اللي حواليا، لأن مهما كنت مش هنفع، أكون غير نسخة مش أصل. لو أنا هبقى زي حد هبقى نسخة. إنما ينفع أقلد طريقته عشان أكون أنا أحسن، ينفع أتعلم منه هو طور نفسه في إيه عشان نفسي أنا، إنما ما أقلدوش. التقليد هتبقي نسخة خلاص، ونسخة باهتة مش هتباني. كل النسخ يحكم عليها بالفشل، لأنك مش هتبقي مميزة. ميزي، حطي هدف، كوني شجاعة، وجهي عادي. كمان الثقة دي بتخلينا الناس تقرب، لأن أنا بحب أتعامل مع ناس واثقة في نفسها. كمان أحترم ضعفي. كمان أتجاهل نقد الغير بناء من الآخرين. أي حد يقول لي كلام وأنا عارف إنه مجرد نقد عشان يهدمني، ما أسمعوش كأني مش موجود. شكرا على المعلومة وما أسألش فيه. كمان أتعاطف مع نفسي وأحتضن فشلي. يعني إيه أحتضن فشلي؟ يعني أتعلم منه. أنا إيه سبب الفشل؟ سبب الفشل إني كان ناقصني واحد اتنين تلاتة، اتعلمتهم، أبدأ من جديد عادي. 100,000 مرة مش هيحصل حاجة. كل مرة هتعلمي من نقطة تانية. يمكن ما كنتش شايفة النوع ده من الفشل، ما كنتش شايفة الغلطة دي فين، اتعلمت منها. كمان نركز على نفسنا أكتر من نركز على غيرنا. يعني إيه بقى الكلمة دي؟ يعني لو حد عنده مشاكل، ركزي على نفسك وتعاطفي، إنما ما تنزلقيش وسط مشاكل الآخرين. لأن الناس مجبرة، كل حد مجبر يحل مشكلته، إنما أنت مجبرة تتعاطفي، مجبرة تساعدي. انما ما تنزلقيش، لانك ساعتها مش هتعرفي تساعديه. انا عايزين اتخيل حد واقع في حفرة وانا صعبان عليا، انزل معاه تحت اعيط ولا اشده؟ افضل بره واشده. هو ده الفرق، ان انا افضل بره بره الحدث المؤلم واحاول انقذ الطرف الثاني. لما ما انزلش معايا واقعد واحنا الاثنين نبقى في الحفرة، هنعمل ايه؟ ولا حاجة. هنقعد بقى نبقى اتنين وتلاتة وهكذا. كمان ما ركزش على مشاكل اللي حواليا، ولا صراعاتهم، ولا مشاكلهم، ولا اللي عندهم. ركزي على نفسك، ركزي على انت عايزه تطوري من ايه. اتنين بيتخانقوا، سيبيهم يتخانقوا لحد ما يبقى الدنيا تتصلح. قادره تصلحي بعد ما تكوني فضيتي من باب العطاء، روحي اعملي. انما ما تدخليش نفسك وسط صراعات ما تخصكيش. ما تنطيش على حاجات مش وقتها دلوقتي. ما تدخليش على حاجات مش جاهزه ليها دلوقتي. حضري نفسك. يبقى تركزي على نفسك، تبعدي عن صراعات الآخرين أو ألمهم، إنما تساعدي وتتعاطفي. التعاطف مش معناه أنزل أعيط جنبك، معناه إن أمد إيدي في المساعدة عشان أكون سهل جاهزة للمساعدة. كمان من الحاجات اللي أتعلمها إن ما أخافش من المواجهة. أخاف من قلة المواجهة، لأن قلة المواجهة معناها خسارة. المواجهة 50-50، يا خسارة يا نجاح. فها تاخدي إيه؟ فدي المهمة. المواجهة هتديكي 50-50، يا تخسري يا تنجحي. إنما عدم المواجهة هو 100% لا، خسارة. كمان أحاول أعمل أولويات لحياتي. أنا عايزة أعمل إيه ومش عايزة أعمل إيه. أعمل بلان، يعني خارطة طريق. إيه اللي مش عايزاه في حياتي أعمله. مش عايزة يكون كذا كذا، لازم أقلبه بقى لعايزة. مش عايزة أخرج كتير، يبقى عايزة أقعد في البيت. يبقى هي دي التجنب. مش عايزة أحس بالضعف، يبقى أحس بالقوة. مش عايزة أشتت وقتي على التليفون، يبقى هعمل تايمينج. يبقى كل مش عايزة لها خطة، كل مش عايزة لها خطة. ما اكتبش مش عايزة بس، أكتب خطتها البديلة إيه. كمان أتحدى تفكيراتي السلبية. كمان أشجع نفسي، يعني أنا أنجح، أنا نجحت في قبل كده وشفت قبل كده ومريت بتجارب غيري ما يقدرش عليها وبقيت أحسن من غيري في حاجات. كمان أستفيد من تجاربي السلبية السابقة. يعني هي ما جاية عشان توجعني بس وتطلع، ولا جاية علشان توجعني وأتعلم. دي حاجة مهمة جدا. في حاجة بقى بتحصل عادة للي بيبقى عندهم زيادة في الثقة بالنفس، إنه إيه؟ كلمة لازم. لازم أعمل كده، لازم يحصل ده دلوقتي، لازم يحصل ده. ليه لازم؟ ايه اللي مخليه لازم من وجهة نظرك؟ هل عشان هو فعلا لازم، ولا عشان انت اتعودتي ان دي حاجات لازم تتعمل؟ لازم البيت يبقى نظيف جدا، لازم يبقى نظيف جدا. ليه؟ لازم اهلك نفسي في كل حاجة برضو. ليه؟ لازم اخلص ده النهاردة برضو. ليه؟
الإلزاميات دي هي حقيقية ولا أنا اللي حطاها لنفسي عشان تعطلني وتتعبني وخلاص؟ طيب، الحاجة التانية أشوف مواهبي وأعززها، أشوف منح ربنا ليا. أنا متعلمة إيه؟ ربنا مديني إيه مش مديه لغيري؟ ربنا منحني إيه من في حياتي مش مديه لغيري؟ دي كلها ترفع ثقتي بنفسي. أتعلم أقول لأ كتير، بلاش أبقى مستر ياس. أتعلم أقول لأ لكل حاجة مش عايزة أعملها، وأتعلم أقول لأ لكل حاجة ما أقدرش أعملها، وأتعلم أقول لأ لكل حاجة ممكن تضغطني أنا. عادي قولي لأ، مش مهم اللي قدامي يزعل لأني مش قادرة، وخليكي واضحة وبشفافية ووضوح. مش هعرف علشان كذا وخلاص. مش معناه انك بتكرهي اللي قدامك، معناه انك بتقولي عندك حاجة متعارضة دلوقتي تخصك انت، ما فيش بديل غيرك انت لازم تعمليها. يعني لو واحد بيشتغل، واحد صاحبه عايز يخرج معاه، وهيقول له لا عشان بشتغل، ولا يقول له لا اروح معاك ويسيب شغله؟ هي دي النقطة. يبقى لازم اقول لا، لان ده يضرني ضرر مباشر. كمان ما امنعش نفسي من الافكار اللي ممكن تطورني، ان مثلا هخرج مع اصحابي، هروح العب رياضه، هروح العب يوجا. الكلام ده ايه علاقته بالثقه بالنفس؟ حضرتك انت هنا بتخرجي بره منطقه الراحه، بره منطقه ان انا معتاده ان انا ما اعملش الكلام ده لنفسي، بره منطقه ده جديد عليا. يبقى هنا بدخل في مناطق تانية ترفع ثقتي بنفسي. كمان نتدرب على الكلام قدام المراية. كلموا قدام المراية بالطريقة اللي تحبوا تتكلموا بيها قدام الناس وتبانوا بيها قدام الناس. اقفي قدام المراية وكلميها علشان تعرفي ازاي تقفي لنفسك. كمان نتكلم ربنا، كمان نفتكر مواقفنا الإيجابية. الحاجة المهمة بقى، نكرر المحاولات. يعني ايه نكرر المحاولات؟ يعني اللي انا بقوله ده مش هيتعمل مرة. مش هنقف مرة واحدة قدام المراية وخلاص. مش هنقف مرة واحدة ونفتكر ايجابياتنا وخلاص. الكلام ده لازم يكون صفة، حاجة بتكرر الى الابد. احيانا بعد ده كله برضو ما بنعرفش نوصل لمنطقة الثقة بالنفس اللي المفروض نوصل لها. ساعتها يبقى احنا محتاجين حد يودينا، متخصص بقى يودينا على الطريقة ازاي نبدأ نتعامل بثقة بالنفس، ازاي نرجع لثقتنا بنفسنا، ازاي ننسق حياتنا بطريقة إيجابية. الثقة بالنفس مش حاجة قليلة، دي مفتاح نجاح حياتك كاملة. عشان كده تستاهل التعب والمثابرة والسعي، عشان كل ما هتزيد كل ما سعادتك هتزيد، كل ما دنيتك تبقى أحلى. ومش حاجة مستحيلة، مش حاجة مستحيلة أبدا إنك تكوني واثقة في نفسك. السيشن خلصت، وأشوفكم في المناقشات.